تامر. حابين نسمع طيب بداية يعني بنرحب في الجميع. طبعا جاي من مشروع تكريم معلمي كفر القاسم. نقوم منذ 4 أشهر يعني شهر 11 تكريم لجميع مدارس كفر القاسم، جميع المؤسسات التربوية، وهذا يعني تعرفوا كنوع من الشكر والتقدير للمعلمين على ما يقومون به في سبيل بناء الأجيال في مدينة كفر القاسم. طبعا نيابة عن جميع مواطني كفر القاسم نحن نقول شكرا لجميع المعلمين، ومهما فعلنا لن نوفي حق المعلمين، فهم يستحقون أكثر من ذلك. فنقول شكرا لجميع المعلمين. وحقيقة يعني مدرسة الحياة هي مميزة، يعني واحد طبعا مع احترامي للجميع احد الاسباب هو وجود عمتي ام العاهد طبعا. الله يبارك فيها ويبارك في جميع المعلمين. هي برضه معلمة يعني مفضل فاحنا بنشكرها برضه نيابة عن شركة كفر القاسم. وبرضه هي كمدرسة مميزة بحكم انها لها زي عالمها الخاص، بحس لها مشاريعها الخاصة، لها الامور اللي بتخصها هي كمدرسة اعدادية. فبدورنا كسدرة وكجمعية سدرة وكموقع سدرة ايضا نشكر جميع المعلمين من مدرسة الحياة الإعدادية، وهذا طبعا درع متواضع نقدمه لمدرسة الحياة الإعدادية من جمعية سدرة للثقافة والرياضة. وطبعا نيابة عن جميع مواطني كفر القاسم نقول شكرا لمعلمي كفر القاسم، شكرا لبناء الأجيال، وشكرا لجميع المعلمين. وسنستمر طبعا في المشاريع التي نقوم عليها في جميع سدرة للثقافة والرياضة وفي موقع طبعا سدرة. شكرا استاذ. بصور في حدا بصور استاذ؟ في حدا بصور؟ طيب جاهز؟ أنا بدي أحكي عن 3 أشياء. أول ليش حكيت الفيلم بالضبط ليش بدك إياه حسينا إن العهد غير؟ البيت شو ياخذوا حكيت الفيلم. طبعا معي زي ما حكيت محاضرة معي الجزء المعلم الوحيد الأكبر مني في المدرسة بس معي أكبر مني بقول حكيت فهمنا ليش بدك إياه حسينا خاص. الملاعب أكبر الصورة ونبقى قلنا إنه الملاعب أكبر في اليوم. طيب ليش الثاني؟ إنه كنت بصراحة على مدار السنين جميعها كفكرة أو نحكي من نوع من قبل أهالي مستقلين أو جمعية تكريم المعلمين بالحجم اللي كان أول مرة تشهدوه. فعلى هذا الموضوع حسب رأيي على الأسبقية والصبر اللي سويتوه نقول احترامكم على الشيء، وبتأمل الموضوع هذا برضه يتطبق على الواقع برضه قدام إن شاء الله برضه على الشيء مختلف إن شاء الله. أكيد إحنا في عندنا للمعلمين من الأسبوع الجاي باجتماع مثلا باجتماع خلينا المعلمين برضه يكون أفكار لقدام في ممكن برضه الموضوع برضه نعطي زكاة برضه أزيد، مش بس على صور التطبيق برضه على الأدوار الثانية إن شاء الله برضه في المدارس. هذا واحد. 2 ابو العبد طبعا غني عن التفكير عن الفكر انه رئيس بلديه بعد 10 سنين تعب وجهد يفرغ حاله ويضله في العمل الجماهيري، انه كل احترام طبعا على اللفته يعني اشكر ان شاء الله. وهذا هو مكدب طبعا بس كل المعلمين مقدمين لكم متواضع بسيط. تفضلوا.
يمكن في بس ان شاء الله صور يعني. صور. ايوه. واعترافا بجهودكم النبيلة تتقدم أسرة الحياة الإعدادية بجزيل الشكر والامتنان لجمعية سدرة والمسؤولين السيد تامر والسيد أحمد دير على دوركم الفاعل ومساهمتكم المتميزة في تكريم المعلمين. دمتم منارة للعطاء وجعل الله جهودكم مباركة في ميزان حسناتكم دائما وابدا. وشكرا صور اذا قدرت ان شاء الله. طيب يعطيكم الف عافيه. بدايه باسم كل اهالي كفر قاسم نشكر جمعيه سدرة احمد وتامر على هذه المبادره الطيبه. زي ما ذكرت اخوي زاهر محمد انه هذه لفته لاول مره بتصير مش بس في كفر قاسم انه في المجتمع العربي. قد ايه احنا كنا بحاجه الها هذه اللفته اللي هي تقدير المعلمين بالذات في ظل الظروف اللي بنعاني منها اللي هي العنف بشكل عام، واللي مرت بالاشهر الاخيره اللي هي العنف قبال معلمين ومدراء وفي داخل مدارسنا. فنتامل انه هذه اللفته تنتشر حتى في البلاد الثانيه. اللي اقل ما يمكن ان نقدمه من شكر لمعلمينا اللي هم مؤتمنين على فلذات احبابنا اللي هم اعطيناهم اغلى ما نملك وهم على قدر المسؤوليه. يعني احنا بنحكي عن مدارس كفر قاسم وانا بتوقع كل المدارس في كل المجتمع العربي معلمينا على قدر المسؤوليه على قدر الاهتمام بابنائنا. لكن الظروف اللي هي من خارج مدارسنا العنف اللي نشوف وصل تقريبا كل بلد وكل بيت. فهذه الخطوه اللي هي مشان يكون بالاحترام لمعلمينا. وجمعية سدرة هنا باسم كل مؤسسات كفر قاسم باسم كل اهالي كفر قاسم بتقول لمعلمينا ومدير ومعلمي مدرسة الحياة كلهم شكرا على ما تقدموه وقدمتوه لابنائنا. ان شاء الله هذه اللفتة بتعطي رسالة انه احترام المعلمين لازم يكون في كل بيت في كل موقع في كل محفل. لأنه بالفعل هذه الرسالة السماوية. فمشكورين معلمينا على كل ما بتقدموه بالذات مدرسة الحياة إلى معزة كل أولادي أنا أعلموا فيها. مدرسة الحياة من المدارس اللي هي سباقة يعني حتى خلال فترة الكراريس ومن بعدها دائما نتابع من مركز اللواء له معزة خاصة وله تقدير لمدرسة الحياة. المشاريع دائما في مشاريع اللي سباقين فيها. فكل احترام مشكورين على تلبية الدعوة وإن شاء الله كلهم الأمام. دائما سدرة زي ما كنا في الطليعة وإن شاء الله رايح تتحفنا هذا رايحين يتحفونا بمشاريع أخرى. وبالذات إحنا على أبواب شهر رمضان وعندنا آخر تكريم الاسبوع الجاي اخر تكريم داخل مدرسه وان شاء الله تتحفونا سدرة في مشاريع اللي هي سباقه اللي بالفعل انتم سباقين حتى في المشاريع اللي كنتم فيها من قبل واليوم سباقين في هذا المشروع. فكل الاحترام لسدرة وحياكم الله مدير ومعلمين مدرسه الحياه. البنت برضه بنت طالبة يعني هي برضه طالبة من مدرسة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى معلمينا الأفاضل ومديرنا العزيز تحية طيبة وبعد. شكرا لكم على كل ما بذلتوه من جهد وعطاء في سبيل تعليمنا وتوجيهنا. كنتم دائما مصدر الإلهام ودعم وزرعتم فينا حب المعرفة والإصرار على النجاح. لا ننسى صبركم وتفانيكم في بناء المستقبل أفضل لنا. لا يمكن للكلمات أن تكفي حقكم ولا للعبارات أن تعبر عن امتناننا لكم، ولكن نعدكم أن نكون ثمرة تعبكم وأن نرفع رؤوسكم فخرا بما علمتونا إياه. وتقدم بالشكر أيضا إلى جمعية سيدرة والقائمون عليها. شكرا لعطائكم السخي وقلوبكم الرحيمة. كنتم يد العمل التي تمتد لتخفيف المعاناة
جهودكم اللسانية تعد مثالا رائعا للعطاء والتكاتف. جزاكم الله كل خير وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. والاحترام عن ذلك. كمان مرة طبعا بنهي اللقاء بالنسبة لكل المعلمين. شكرا للسيدرا، شكرا للعبد، شكرا للأمورة، شكرا لكم زينب، شكرا للجميع. ونتأمل إن شاء الله ممكن كمان مرة في مناسبات ثانية إن شاء الله. شكرا كبير وللأساتذة والمعلمين. شكرا للجميع. يعطيكم العافية. يعطيك العافية أستاذ. يعطيكم العافية والشكر.